مشاهدينا حياكم الله من جديد معانا، ومعنا نجمتي في الاستديو. والله بطلت اعرف اتكلم يا حلوه. يعني طيحناك ان شاء الله نضحكك الحين ما خلاص. ولا هي شو حنفيه وتنفتح؟ لا لا. الحين بنشاهد شيء وايد حلو مشاهدينا، اخبار وتصريحات شذا كلها عن النت بنشاهدها من هذا التقرير. تابعونا. أن تكون المرأة نجمة فهذا يزيدها أريجاً، فماذا إذا كانت النجمة مفعمة بالشذا؟ نبحث عنها بين طيات النت فتكرج صورها أنيقة تشع ألواناً وتبهر بجمال وعينين حالمتين. نتابع بحثنا في اليوتيوب بين أغنيات أعطتها صوتها فمنحتنا طرباً. أحكي اليوم يتردد كل ما مر يتودد، بس اليوم ما تردد جاب قلبه وطالع. في موقع الفيسبوك شذا نشيطة، وصفحة ملفتة مجازين شذا حسون، والعدد الجديد يحمل الرقم 28. أما كارهو النجمة فلهم صفحة أيضا، ومثلهم فانز لشذا، ولهم منا كلمة: أعيش بكم، أغني لإرضائكم، وأحبكم إلى الأبد. إلى موقع جوجل المانشيتات التي قيلت في النجمة أو قالتها كثيرة: أنا قذافي على قلوب بعض الفنانات. شذا حسون إذا أرادوا الحرب فأنا موجودة. شذا حسون تقاضي مصمم أزياء استغل اسمها. أنف شذا حسون في جينيس بوك. امتناع شذا حسون عن تعزية أهل رامي الشمالي. شذا تتمنى الانضمام إلى شركة روتانا، ومعجب يلاحقها ويصورها على شرفة منزلها. وعنوان آخر يحتاج إلى تفسير: إشاعات شذا حسون من نسج الخيال. نجمتنا خام طيعة أمام الشائعات، لماذا؟ نترك لها أن تجيب. أوليست هي من تسأل نفسها أمام المرآة من أين يأتي كل هذا الجمال؟ فلنتركها إذن تسأل مرآتها: مرآتي مرآتي، لما كل هذه الشائعات؟ حلو الريبورتاج. عن جد حلو. يعني أنا ما أخبركم مشاهدينا، بس تضحك وعندها بس صدمة واحدة كانت أثناء التقرير. صدمتي من شيء واحد؟ لا، أي واحد. ناخذهم. أنا أقول لك أي واحدة كانت. لا 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 لا. غادي يتكلمني طبعا يقول لي أي واحدة فيهم، أقول له لا. امتناع شذا حسون من تعزية أهل رامي. إيه لا أكيد لا. شلون امتنع؟ لا، حتى أنا ما يعني أنا عرفت ما كنت موجودة بالبلد، وبالعكس أنا أعزيهم وعزيتهم من خلال اتصالات ليش ممكن حد يقول شيء يعني امتنعت من تعزية؟ والله ما أدري. ليش أنت ما غير إنه ما عندي ولا يعني فهمتي شلون لينك. شذا فعلا أنت مادة يعني دسمة للجوسب أو إيه جدا غريب. إيه. وتزوجت وما تزوجت وتتزوج يعني كل شيء. فعلا حتتزوجين؟ متى؟ اوكي. بعد قلتي شيء وايد حلو وايد حلو: انا قذافي على قلوب بعض الفنانات. هذه حلوه. قولي لي مش حلوه. لا لا حلوه فنان. هذه مودي كان قذافي كان. لا تعرفين يعني الشغله اللي صارت انه هوايه فتره واحده طلعت اكثر من فنانه، والله العظيم صدقه طلعت اكثر من فنانه عمري ما حكيت عليها وعمري ما قعدت وياها ولا شيء. يحجون يعني يطلعون تصريحات عني غريبة جدا، فيها نوع من يعني فيها هواية تجريح لنفسي يعني. استغربت، فقلت أكيد 1,000,000% الناس راح تقول شذا هي المشكلجية الكبيرة. أنا نفسي شكيت. دا أشك، دا أقول شذا أنت إيش سويتي مع هذه؟ إيش سويتي ويا هذه؟ أنت عمرك والله العظيم
بس انا ولا ملتقيه فيهم ولا صار في اي شيء، يعني في فنانات غريبه الدنيا. فقلتي انا قذافي وقاعده على قلوبكم. فايه فهذا المود اللي هذا دا يقولوا لي شذا هذه، وبعدين يسالوني السؤال الثاني على واحده ثانيه، وبعدين يسالوني السؤال الثالث على واحده ثانيه. قالت لي شنو؟ قلت لها انا خلاص راح اضل قذافه على قلوبهم. فطبعا قلتها بضحك، قلتها يعني انه بجدا ضحك، قلت لها انه انا راح اضل قذافه على قلوبهم والى الامام ثوره ثوره. فطبعا هذه من باب الضحك والهزار، لانه يعني هذا الشيء بيخليني اضحك، يعني بيخليني اكثر ما انه ويمكن هذا الحل الاسلم. ايه شو راح اسوي؟ يعني حضلني وراهم بس لما قلتي اذا ارادوا الحرب فانا موجوده، كانك هذه كنتي انت صادقه فيها وجديه. لانه زعلت هوايه، لانه والله زعلت، يعني فتره احس نفسي ما شوفي انا ما اريد اسوي نفسي مظلومه. من يريد اعلان الحرب عليك؟ هوايه والله، بس ما اليوم ما أدري. تقدرين تقولين اسم فلان انه حتى تواجهي هذا الفلان او هذا الشخص. شوفي في كثير عالم اليوم اشياء بتصير بشكل ما ادري اذا القدر او اشياء مضبطه على انه تصير، انه ويصير في هذا المشاكل وهذا القصص. بس اذا ما وراها شخص، وراها حسد، وراها عين، وراها غيرة. ايه وراها شيء مو حلو. فاقول لك من الشخص الوحيد، لا ماكو شخص وحيد، لانه في يعني من بدايتي، يعني من بعد ستار اكاديمي، واكو ناس اكيد يعني دا يقلبون دا ما ادري يعني. انت يعني وجودك تهددين خطر على حد؟ انا بالنسبه لي انا ماشيه في طريقي، ما ماذا شوفي ممكن انا استفز هذا الشخص من خلال اعمالي، من خلال شخصيتي، ما ادري، بس انا ماذا اسوي هذا الشيء لاستفز احد. ما مو هدفي ابدا انه استفز اي احد. شذا حسون تقاضي مصمم ازياء استغل اسمها، تقصدين في كلنا مصمم رح الازياء نقاضي. ساهر ضياء؟ شوفي هي قصه قديمه يعني، والقصه ما صارت ويا اداره اعمالي السابقه، انه صار في اتصال بيناتهم على اساس انه نصور صور لمجله واحده فقط، بس مش كوجه اعلاني أيوة. فهمتي شلون؟ فصار في نوع من البروموشن الكبيره جدا، وصور وبانويات وقصص في المدن وهذا. وانا طبعا احنا ما كان هذا اتفاقنا ابدا، هي اتفاق على مجله واحده بس. ايضا قلتي شذا حسون تتمنى الانضمام لشركه روتانا، وفعلا انت على صدد هذا اصدار مثل ما خبرتينا. ان شاء الله يفترض يعني يفترض انه شركه روتانا من الشركات الجيده يعني عندك ثقه فيهم؟ عندهم ثقه فيا. بدون تعليق. معجب يلاحق شذا حسون ويصورها على شرفة منزلها. صح. الحمد لله شرفة. الحمد لله. زعجك هذا الشخص يعني؟ هل لاحقتش؟ هل ازعجتش يعني بملاحقته؟ اكيد ازعجني، لانه في وقت من الاوقات يعني الواحد يحب عنده حياة خاصة، يحب يعيش على الأقل إذا مو برا ببيته. طبعا. فأكيد يعني تعرفتي عليه بعدين؟ لا بس إنه ما تعرفت عليه، بس إنه كيف وقفتوا عند حده؟ الفانز ما شاء الله، عندي فانز فعلا؟ ايه جيدين ما شاء الله عليهم، ومتابعيني من أول. التليفونات من الحين شغالة أنا خبرتك. فأنا جدا يعني هم على راسي، وأني إلهم يعني. صحيح. هذا الكلام اللي قلته ودائما أكتبه، يعني كل ما يكون عندي فرصة أدخل على السايتس، أدخل على الفيسبوك مالتي، أكتب لهم. حلو، هذا التواصل كثير حلو. أيضا في يعني عنوان آخر يحتاج أيضا للتفسير: إشاعات شذا حسون من نسج الخيال. يعني أنا خيالي مو هالقد واسع يعني، بس أوضح لهم يعني شلون خيال يعني. أنا يعني شوف، أنا راح أحلل لهم الموضوع حتى ببساطة. أنا طالعة من برنامج واقع، أنا شابة، أنا عايشة
في بلد مو بلدي. أنا فائزة، الفتاة الوحيدة اللي في 7 سنين فايزة بستار أكاديمي. شغلي شلون كان من بداياتي، إدارة أعمالي السابقة هذول خلوا الناس إنه يحبوني يتابعوا أخباري بشكل من الأشكال. والصحافة أكو الصحافة اللي دا تكتب بكل موضوعية ونقد، وأكو صحافة تحب تطلع أخبار. يعني مثل ما قلت أنا مرات أدخل أطلع من كلمة تصل لجملة ثانية، من كلمات توصل لجملة ثانية، من منشط. يعني آخر منشط إنه أنا اعتذرت من شخص، أنا ما أعتذر من شخص، أنا ما عمري ما قلت أعتذر من أي فنان أو من فنانة. ما غلطت في حقهم، ما غلطت في حقهم، فيكتبون هذه المنشطات ما أدري لسه. في الآخر يعني أتمنى من خلال هلا وضحتي كثير أمور أكيد. من هذه. أكيد. يعني بالنسبة لنا نتمنى تكون هذه بوابة تفتحين فيها لقلبك لمتابعيك. وأنا آسفة طبعا على الدمعة اللي نزلت، دمعتش غالية علينا فعلا، صدقيني. وأسفة طبعا، احنا اللي آسفين. أعتذر من كل الناس اللي دا يشوفونا اليوم. يعني احنا اللي آسفين اللي نزلنا دمعتك اليوم، ولأنك قلبك نظيف وإنسانة صريحة نزلت صادقة، نزلت هذه الدمعة. الله يخليك، شكرا جزيلا. من غير دموع. لا بلا. مشاهدينا نتريا اتصالاتكم بعد الفاصل، خليكم معنا.